المهرجان الدكتور علاء طبعا مشغل الرأي العام. قول ايه حضرتك؟ بصراحة أنا سعيد جدا إن أنا شرفت النهاردة بوجودي في اللقاء وفي هذا المهرجان الجميل مع نخبة من الإعلاميين والصحفيين وحضرتك طبعا. مبسوط جدا بكل إخواننا وأصحابنا وأصدقائنا. كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم. زي ما عليك. احنا النهارده المؤتمر عن الجمال والموضة، والستات دايما بتدور على الجديد وبتدور على الجمال. تقولي ايه النهارده والدكتور علاء دايما شاغل رأيه بالست المصرية ان هي تظهر في أجمل صورة؟ اقول للدكتور علاء الف مبروك على المهرجان، ومن تقدم لتقدم دايما وفي ازدهار على طول. دايما الدكتور علاء بيساند المرأة في الموضة وفي الفن وفي كل حاجة، وبيحب يظهر المرأة قد ايه هي عندها رقي، والمرأة المصرية بالذات من زمان من ايام الفراعنة، والمرأة المصرية هي ذواقة لكل شيء جميل. اتمنى لكم كل زمان بيعينوا الاكسسوارات بتاعتهم وذهبهم وكله في التابوت، يعني كانت متهيأ لها ان الحياه ترجع لها تاني تلبس الحاجات دي من مش تاني. حكايه في التابوت او بيهيأ لها في الحياه دي. المراه المصريه من قديما هي بتحب تتجمل. الملك حتشبسوت وكليوباترا رمز للجمال، فالمراه المصريه عندها جمالها بكرامتها ورونقها وشياكتها وعفتها. المراه المصريه ليس لها مثيل في العالم. كل سنه وانت طيبه، وكل مرأة مصرية دايما منورة الدنيا. عرفني عليك. لواء أشرف عبد العال، مساعد مدير أمن القاهرة سابقا ومحامي الاستئناف في العالم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. ده انا طلعت السحاب. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. النهارده فعلا الشغل هيبقى عالي والدنيا هتبقى عاليه، لان الام والمجتمع بيجتمعوا في مكان، سواء سياسه، اقتصاد، ثقافه، اعلام. كل ايه النهارده والمؤتمر او المهرجان هيكسر الدنيا. هيكسر الدنيا. طبعا علاء دايما بيعمل لنا دايما مهرجانات بتكسر الدنيا، يعني دايما تنظيم والشخصيات مرموقه في المجتمع. كل سنه وما عليك طيب، دايما مصرنا بخير. سعدت بيك. احنا نوقف. انا معاكم ولا ما الجو يهدى؟ انا خدامك، انا تحت امرك.